اهلا وسهلا بيكم متابعينا ومشاهدينا في كل مكان. تعالوا نشوف اسعار البطاطس النهارده. طبعا البطاطس دي بيرما يا جماعه، وكل جوده ولها سعر، فهنشوف كل التفاصيل وهنعرف كل شيء. نشكركم جدا على مشاركتكم في فيديو دعمكم للصفحه. هنعمل لقاء مع صاحب الارض هيفيدنا ان شاء الله. الله ينور عم ياسين، الله ينور. الله ينور ابو حسين، وعليك يا عم الحاج حسن. الله ينور يا باشا. وعليك يا باشا. العمده ده. ايوه استاذ حسن. ازيك يا عم عماد؟ الله يخليك يا باشا. عامل ايه؟ الله يبارك فيك يا استاذ حسن. ايه الاخبار النهارده في البطاطس؟ اديك شايف يا استاذ حسن. محدش عارف. المهم يا عم عماد، الجماعة قطعونا لا ده بعض في الكلام. نوع البطاطس دي يا عم عماد؟ بيرما يا باشا. طبعا البرمة دي يعتبر لما تبقى أقل الأسعار موجودة. لا كل غله بثمن. لا يعني أنا قصدي في العموم، يعني غير الكارا غير السبونت غير لا، التايسون. دي حاجة بس أنا مقصدي كده. لا دي حاجه. إنما كل جودة ولها سعر. كل حاجه ولها ثمن. نروح نشوف عم توفيق طبعا، صاحب الأرض هو. لا الاستاذ توفيق مع الدنيا يا اخويا. يعرفنا الأسعار. اتفضل. الله يسعدكم. الله ينور يا عم طه. وعليك يا عم الحاج حسن. والله ده أنت أبو الحاج طه يا عم. الله ينور يا عم توفيق. صباح الفل يا برنس. ايه التجار حكوا معاك في البطاطس دي؟ 5 وربع. طيب يعني فيها عيب البطاطس؟ ورينا طيب كده شويه. ده اللي عيبها ده. معلش عطلتك انا عن العمل. طيب ده يعتبر عدمانه. فطبعا ده عيب من سعرها كله. طب يعني مفيش، هي كلها كده ولا؟ لا مش كل. يعني في تلاقي سليمه مثلا زي كده شويه، بس بعينها برضو طايلها بس هي غله فايق. طبعا كل جوده ولها سعر. ايوه كل حاجه. طيب التجار خدتها بكم من هنا من الارض الزراعيه؟ 5 وربع. يعتبر سعرها كويس على العيوب اللي فيها دي. ايوه حلو. طب لو حاجه نظيفه وزي الفل، ب6 نفس النوع بيرما، 6 الا ربع. 6 الا ربع، العادي. يعني عشان كانت بستة أيوة. والنهارده ب6 الا ربع لو حاجه نظيفه. الله ينور عليك يا عم توفيق. طب السبب الاصابه بتاع الجدر دي يا عم توفيق؟ ده عيب في الارض. عيب في الارض. الارض نفسها. في الارض. يعني طلعت ب 5250 للطن من مكان زراعته من هنا. تمام. لو جودة حلوة هتطلع ب6 الا ربع. أيوة. الله ينور عليك يا عم توفيق، وربنا يعوض خير ان شاء الله. الله يخليك. صباح الخير. صباح الخير يا عاطف. صباح الخير. صباح الفل. صباح العسل. الله ينور عليك. وعليك. الفدان يخش في كم طن يا عم عاطف؟ يلعب في 8 ونص 9. اللي هو زي ده يعني. ايوه. الارض اتاخر النهارده وما تجيب محصول. لا طب ما هجيب محصول 8 دي قليله. الفدان الكويس المفروض ان هو يخش في 11 طن 12 طن. لا في بتاع يوسف ابو شفيق دخلت في وبتاع. مش كل الارض. بس احنا ما نقول مثلا يعني الفدان الكويس زراعه كويسه ممكن يخش في 13 طن، ده شيء طبيعي. انما انت بتحكي على ارضك بس. انما لا، في زراعه تاني بتجيب 13 طن و12 طن و11 طن. وانا شايف برضه يعني فيهم لطش الجدر صح؟ ايوه طبعا. ورانا. يعتبر مرض في الارض المفروض يتعالج. طب وده يعني ايه سببه ولا عندكش فكره انت؟ انا شايف ان في فطريات في الارض. طبعا ممكن السبخ البلد الكتير يأثر يعمل لطش الجدر ده. طبعا عشان الحاجات دي طبعا بتشوه منظر الحبه. ده عيبها في عاوز البيئة. الخضار الفاتح صح، والواسع صح. والزرع النظيف وكل صح حاجه تمام. صح كده. الله ينور عليك يا عم. الله يخليك. وربنا يعوض خير السنه دي. طبعا البطاطس واخده تكاليف كتيره خالص. ولكن اسعارها برضه ما في. اسعارها الفلاح سند الضمر. يلا ربنا يصلح الحال. امين. هو طبعا زادت عشان طبعاً خلينا صراحه برضه مع بعض. الناس كلها حمل. اللي بات من السنه اللي مضت كتير، طبعاً. وطبعا الناس باعت السنه اللي مضت اللي باع ب 13000 و13 ونص، فكله زرع كل الناس جلعت مع بعض. جدع، فالعرض زاد. فطبعا الخضار ده عموما عرض وطلب. العرض بيزيد السعر بيقل. أيوة. فربنا يعوض خير ان شاء الله. المفروض يكون في تنسيق في الزراعه،
يعني اللي عنده مثلا 5 فدن 10 فدن مش يروحوا تصهم كلهم بطاطس، يشكل المفروض يغير. جدع، يعني يزرع مثلا اتنين بطاطس جدع بالظبط كده، 2 فاصوليا، مش يعني يصنف في الزراعه المفروض يعني. انما الناس لما سعرها رفع السنه اللي مضت فكله زرع. ده اكيد ايوه، اكتر مساحه مزرعه السنه دي. صح كده، ربنا يعوض خير ان شاء الله. نزلوها قمح ان شاء الله بعد البطاطس. في ناس بتزرع كمون بس القمح ده يعتبر محصول استراتيجي طبعا. ده خير البلد ده. معتمده عليه ده وبصراحه محصول كويس. اما طبعا منه جار طبعا. اي عشان ده سعر ثابت صح. الحكومه. صح. اي ربنا يعوض خير ان شاء الله، وربنا يرزق الجميع خير.